بص يا ايدك ما تفرجني يا جوز امي وانت قاعد جنبي عادي. فيها ايه يا هدى؟ انا جوز امك، يعني زي ابوكي. انت حيالله جوز امي مش ابويا، فما تقارنش نفسك بابويا في يوم من الايام. وبعدين تصرفاتك واساليبك دي انا حافظاها، اظبط نفسك احسن ما اظبطك انا. ما دام انت حلوه بقى ومفتحه، اسمعي كلامي وانا هخلي ماما تعمل لك كل اللي انت عايزاه. والله مش مستغربه من اسلوبك ومن طريقه كلامك، بس امي اللي انت ماسك ريموت دماغها هي اللي مصدقاك في كل كبيره وصغيره، وجدعه معاك ايه وتخلي امي تحقق لي طلباتي ايه. انا مش عايزه امي تعمل لي حاجه، بس ان شاء الله وسختك اللي انا عارفاها وشايفاها ومحدش غيري شايفها دي انا اللي هظهرها على يدي ان شاء الله. طب براحتك، وبعد كده انت عارفه انا اللي كلامي بيمشي كل حاجه. اعملي حسابك بقى من دلوقتي، هخلي حياتك جحيم، كله اسود في اسود، وبراحتك. هنشوف، ومصيري هبين القرف بتاعك ده القرف. عارفه انك هتبص البصه دي قذر. ماشي، وحياة امك ان ما سمعت كلامي ما هرميك الا بره البيت عشان تعرفي انتي. ايه يا جوز امي اللي موقفك كده؟ عايز ايه؟ كنت جاي عايز اقول لك اعملي لي كوبايه شاي. طب هات يا اخويا هعمل لك كوبايه الشاي، اتفضل وانا هجيبها لك لحد عندك. تفضلي كده دماغك ناشفه؟ ما يلا يا جوز امي اتحرك من المطبخ. الله، الظاهر ما انتش عايزه تعيشي مرتاحه. والله لو ما اتحركت دلوقتي لنده على امي تيجي تشوف انت واقف ازاي. امك، انت عارفه ان انا هنا راجل البيت وكلامي بيمشي. طول ما دماغك ناشفه كده هرميكي بره براحتك، مش هغصبك على حاجه. انت عايز ايه يا جوز امي؟ عايز ايه؟ ما انا بعمل لك طلباتك وبخدمك في البيت، سيبني في حالي. اللي في دماغك ده انا مش هعرف اعمله، ومش هعرف ان انا اسمع كلامك في الطلبات اللي انت بتطلبها دي او في الحاجات اللي انت بتعملها. وغير كده انت مخلي امي كل شويه في مشاكل معايا. طب اعمل ايه؟ اعيش معاكوا ازاي؟ طيب يا اخي حرام عليك، يا اخي حرام عليك، اعتبرني زي بنتك. انت ازاي بتعمل معايا كده؟ ده انا بقالي 10 سنين، ده انا كبرت قدامك ومفيش فايده فيك، تصرفاتك زي ما هي، وبعدين كل ما يجي لي حد تمشيه. انت عايز مني ايه؟ قول لي. انا مش عايز، انت اللي عايزه وانت اللي بتعملي في نفسك كده. انت كل حاجه بايدك، لكن انا. يا راجل عيب عليك، ده انت راجل شيبه. يا راجل عيب، عيب على سنك وعيب على شكلك وعيب على كل حاجه. ده انت عيالك اتجوزوا، ده انت عندك احفاد، عندك احفاد في مدارس دلوقتي، ومفيش فايده، ومفيش فايده في قله ادبك. انا ما بقتش لاقي حد اكلمه، امي مش مصدقاني. اعمل ايه تاني؟ خلاص انا كل اللي في دماغي ان انا اسيب لكم البيت واطفش، ولما اطفش وامشي في الشارع هتقولوا ده فيها وعليها وفوقيها وتحتيها وعيالها فيها وسخت الدنيا كلها. مش هتقولوا ان هي طفشت من وساخه جوز امها. ابعد عني الله يبارك لك، لا اخد في بعضي وامشي وهيبقى ذنبي في رقبتك. انا عارفه ان انتوا مش هتدوروا عليا، انا عارفه، بس هيبقى ذنبي في رقبتك. خلاص خلاص خلاص، غرف 60 ده هيعمل الشاي بلا قرف. يا اخي غرفة داهية بقى، ليه يا رب كده؟ ليه يا رب؟ طب انا كان ذنبي ايه؟ انا واختي طب ذنبنا ايه؟ ان ابويا يسيب امي ويتجوز وهي تتجوز وكل واحد يشوف حياته، واحنا اللي نتلطم واحنا اللي نتبهدل. احنا بنات، احنا بنات يا ربي. طب احنا دلوقتي لو طفشنا وسيبنا البيت هيقولوا علينا كل الكلام الوحش، وان احنا بنكلم وبنعمل واحنا متربيين احسن تربية مع انهم منفصلين، مع اننا في اضطرابات، احنا اللي بنشيل. طب ذنب انا واختي ايه؟ ليه الانانية دي؟ ليه اب عديم الاحساس ما بيسألش على بناته؟ وليه ام مش هاممها غير نفسها والراجل اللي هي عايشة معاه، واحنا كبنات نضيع؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا رب. فوتت الامر لك يا رب من قبل ومن بعد. ايوه. ايه ده؟ هو ده؟ يا ندى، بصي يا ندى، انا جايه اقعد عندك. انا خلاص، انا مش قادره اقعد مع امك في البيت ولا قادره اعيش مع جوز امك. انا خلاص كل التصرفات دي تعبت منها والله. يا حبيبتي تنوري، لو هتقعدي يوم او يومين ما عنديش مشكله، بس يا هدى ما تزعليش مني، ما ينفعش تقعدي معايا على طول. مش هاخدك من جوز امك واحطك مع جوزي. الله اعلم برضو. يعني انت جوزي كويس ومحترم جدا، بس برضو ما اقدرش. انا بنزل اجيب طلبات وبنزل اجيب حاجات.
افرض في مرة حاول يقرب منك، وانا عارفة جوز امك، انا اللي انت مصدقة بتقولي خلصت ده منه. انا عمري ما حطيت في دماغي الكلام اللي انت بتقولي ده وجايلك ايه ده؟ حقك انا عليا. بشتكي لك من جوز امي اللي انت عارفه تصرفاته، تقولي لي يومين او يوم عشان جوزي. انت خايفه على جوزك مني؟ يا حبيبتي مش كده، انا خايفة عليك انتي منه هو، وما ينفعش اسيبك وانزل لوحدك يعني كده، ولا هعرف اجيب طلبات بيتي ولا اقضي حاجتي خالص في البيت. يعني ده يرضيكي؟ انا فاهمه يا ندى، انا فاهمه اللي انت بتقوليه وفاهمه قصدك، بس انا يعني البيبان كلها اتقفلت في وشي دلوقتي. انا مش عارفه اعمل ايه. يعني انا عشان خاطر ما بقاش سبب مشكله ليكي لازم ارجع اعيش مع جوز امك، صح؟ واتقبل اللي هو بيعمله معايا. ما هو لازم، ما هو امر واقع، كلكم راضيين. انا شايفه ان انتوا كلكم راضيين وانا اللي معترضه مش عارفه انا معترضه على ايه. او لا، في حاجه تاني. ممكن اترمي في الشارع عادي، اترمي في الشارع وتقولوا مشيت مع حد وعملت الغلط وعملت لا صح؟ طبعا مش كده. هو انا غلطانه ان انا بحافظ على نفسي يا اختي ولا لا ايه؟ طبعا، لا طبعا مش غلطانه، انت مجنونه. انت عارفه ان انا لو بيتي ما فيهوش راجل كنت دخلتك وقعدتك معاه، بس ده راجل زي الراجل التاني، يعني الاتنين اكيد زي بعض، كلها رجاله واحده، محدش هيخاف على لحمه. انت اتجوزتي وكنتي مخطوبه وكان خطيبك عارف ياخد باله منك، انما انا مش لاقي حد ياخد باله مني، ولا انت طب بصي انا ولا عندي حتى فكرة. انت. مين قالك كده؟ بس انا اهو خايفه عليكي، اهو. وكنت شايله هم ان هيحصل معاكي في يوم من الايام نفس اللي حصل معايا، وكنت عارفه ان ده هيحصل، بس صدقيني انا مش هقدر. طب انا عندي فكره، انت ممكن تشوفي سكن بنات، على الاقل تقعدي مع بنات، وانا هدفع لك حق السكن. هو يا جماعه انا كده هبقى هي الدنيا بقت مطمنة غلط عليكي. ولا انا اللي غلط؟ انا عايزه افهم، يعني هي الدنيا بقت غلط حواليا ولا انا اللي بقيت غلط، ولا يعني ايه اللي بيحصل؟ يا هدى انا ايه هطمن اللي عليكي بيحصل؟ طول ما انت في سكن تطمني البنات. عليا ايه؟ سكن ايه؟ انت عارفه السكن ده بيبقى عامل ازاي؟ بتبقوا بنات مع بعض. ايه بنات انت مأمنه كده عادي؟ مأمنه؟ يا حبيبتي هيعملوا لك ايه؟ ما هم بنات زيك زيهم ومتغربين وجايين عشان يدرسوا، لو قعدتي معاهم مفيش واحده فيهم هتعترض. انت يا ندى لما كنت بقول انا عايزه اطلع رحله للمدرسه كنت بتخربي الدنيا وبتقولي ما ينفعش تطلع لوحدها مع حد ما نعرفوش، مش يمكن يعمل فيها حاجه، مش يمكن يخطفها. انت دلوقتي بتحطي رجلي على السلم وبتقولي لي اطلعي لوحدك. انا بدور لك على حل، مش قصدي ان ارميكي زي ما انت ما فاهمه. لا يا ندى، انا مش هقول لك حاجه، انت كتر خيرك. انا هسيب الكلام للجمهور. هل يا جماعه انا ضحيه مجتمع؟ ضحيه اب وام فاشلين ما عرفوش ان هم يكملوا علاقتهم ببعض او حتى يعملوا حساب يعني الاطفال اللي هم جابوهم؟ ولا انا غلط وكان لازم ان انا اواظب الافكار دي عشان افضل عايشه كويسه ويجي واحد واتجوزه وامشي وهي دي الحياه؟ يا جماعه يا جماعه، عايزين ناخد بالنا من عيالنا، ناخد بالنا من تصرفاتنا. كل واحد وكل واحده متجوزين جايبين عيلين وثلاثه وعيل، الانانيه رقم واحد. انت ما بتعملش وانت ما بتعمليش، والانفصال امر واجب، وكل واحد بيروح في حته والعيال اللي بتتبهدل شويه هنا وشويه هناك. ده لو حد فيهم اصلا قدر موضوع العيال. خدوا بالكم لان انتوا بتطلعوا فئه مش سويه نفسيا، والله العظيم ما سويه نفسيا. كتير قوي 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 مر باللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. وانا هسيب الراي ليكم. هل الوضع اللي انتوا شفتوه ده قائم ام غير قائم؟ ينفع ونكمل فيه ونزيد اصل احنا بقينا كتير، ولا نوقف لحد كده؟ هسيب الراي ليكم، والسلام عليكم.